السلام عليكم ولادي وبناتي وطلاب تانية ثانوي، وحشتوني. عاملين ايه؟ مرحبا بكم في حصة جديدة من حصة مادة الكيمياء. هنكمل النهاردة مع بعض حكاية الذرة. اخدنا الاسبوع اللي فات او الحصة اللي فاتت ان رازرفورد وصل لتركيب الذرة. قال ان الذرة تشبه النظام الشمسي، في النص نواة تشبه الشمس بتلف حواليها الكترونات تشبه الكواكب. وقال لي كمان ان في فراغ بين النواة والالكترونات زي اللي موجود بين الشمس والكواكب، بس للاسف فشل في اثبات رايه. حد عبره؟ للاسف لا. الكلام ده كان تقريبا سنة 1911. هنبدأ دلوقتي نركب آلة الزمن بتاعتنا ونتحرك ونشوف مين هيبدأ يثبت فعلا تركيب الذرة. يلا بينا نشوف. وصلنا ل 1915، لقيت عالم اسمه بور كان بيستلم جائزة نوبل. طب استلم جائزة نوبل ليه؟ أصل وصل لتركيب الذرة في النص نواة موجبة بتلف حواليها إلكترونات سالبة في عدد من المستويات. أكيد فاكرهم، كي ال ام ان او بي كيو. فقعدت أسأل الناس إزاي وصل لتركيب الذرة؟ قالوا لي أصل فسر الطيف. طب طيف مين يا عم؟ قال لي طيف الهيدروجين أبو 1 إلكترون. ولما فسره وصل لتركيب الذرة. طب إيه هو الطيف ده؟ أنا معرفش. تعال نشوف إيه هو الطيف اللي فسره بور. إيه ده؟ نقرا بالراحة كده وما تتفجعش. التعريف ده هنا عبارة عن تجربة، وده تعريف كتاب المدرسة في كل حاجة عندك. نقرا بالراحة ونشوف معناه إيه. بيقول لك عند تسخين أبخرة المواد أو الغازات تحت ضغط منخفض أو بإمرار شارة كهربية فإنها تشع ضوء. عند فحصه بالمطياف، هو إيه المطياف ده يا عم؟ هنشوف مع بعض. وجد أنه عدد من الخطوط الملونة سمي بالطيف الخط العناصر. شايفك شبه بر اليتيم صديق الملايين في الكيمياء. مش فاهم؟ هقول لك مفاجأة. كده بقى ايه؟ لم يستطع علماء الفيزياء التفسير. ايه ده؟ في الوقت علماء الفيزياء ما قدروش يفسروا. فربنا يكون في عونك او في عونك انت كمان. بالراحه كده، معاك العبد الفقير لله بعد ربنا، وهنفهم باذن الله. اولا الكلام ده كان تقريبا سنه 1900 وشويه. في وقتنا الحالي في فرق بيننا وبينهم اكتر من 100 سنه. اكيد انتوا عندكم بعض المعلومات اللي هتساعدكم. بص كده للتعريف وحاول تفتكر بيفكرك بايه. انا جبت بنتي نيمو الصغيره عندها 4 5 سنين، قلت لها يا نيمو، قالت لي نعم يا بابا. قلت لها بص كده، وقعدت اقول لها التعريف. قلت لها ده بيفكرك بايه؟ قالت لي ده يا بابا اكيد عامل زي الوان الطيف. دايما الطفل البريء عنده معلومات بسيطه قوي. ايه ده الوان الطيف؟ قالت لي بالظبط كده، نص كلامها شبه قوس قزح او قوس قزح. صح. ايه ده مستر؟ طيف، الوان الطيف. انت صح او انت صح. انتوا معلوماتكم اكتر من بتوع الفيزياء من اكتر من 100 سنه. ايه ده؟ هو ده الوان الطيف؟ بص كده يا معلم. تشع ضوء. هبدا من اول كلمه ضوء. الضوء عند فحصه بالمطياف. ادي الضوء حبيبي. المطياف هو المنشور بتاع تالتة اعدادي علوم. الضوء لو عدته على المنشور هيبدأ يتجزأ لعدد من الخطوط الملونة اللي احنا نعرفها باسم ألوان الطيف. صح؟ ده كده نص التجربة أنا عارفها، نص التعريف أنا عارفه كويس. اقرأ من الأول. عند تسخين، ركز معانا، أبخرة المواد أو الغازات تحت ضغط منخفض. يعني ايه تحت ضغط منخفض؟ هجيب غاز أو بخار وأحطه جوه أنبوبة زي ما عمل مين؟ تومسون. الله ينور عليك. بس يا مستر ان انا اسخن الغاز ويطلع ضوء صعب تلاقيه في حياتك. طب اعمل ايه عشان احاول افهم الفكره دي؟ بص كده قال لك ايه؟ في طريقه تانية، او بامرار شاره كهربيه. يعني ايه؟ احط هنا طرفين كهرباء زي ما عمل مين؟ تومسون. جاب غاز حطه جوه انبوبه، قلل ضغط الغاز اللي حصل كالاتي، طلع وميض او ضوء. صح؟ الغاز فعلا لو انا قللت الضغط واديته تيار كهربي او شاره كهربيه هيشع ضوء. اتقل. هجيب لك كمان حاجه من حياتك. سيادتك صح دي كده، في لمبه كده طويله وهبله موجوده في بيتنا كلنا،
اسمها لمبه ايه؟ نيون. الله ينور عليك. مالها؟ هما ليه سماها نيون؟ تعالى كده هقول لك حاجه عن الكيمياء. في عندنا غاز اسمه الغاز الخامل، هيليوم، نيون، ارجون، كريبتون، زينون، رادون. قلت ايه؟ هيليوم، نيون. النيون ده غاز خامل، واللمبه اسمها نيون، اكيد جواها غاز. يطلع بقى غاز نيون او حاجه تانية، بس المهم ان انا خدت قبل كده في تركيب اي لمبه في الدنيا طرفين كهرباء وجوه غاز وفتيله. هيمر تيار كهربي، بص في اللمبه هتشع ضوء، ده الطبيعي. ايه ده؟ فعلا لو جبت لمبه حطيت جواها غاز واديت لها كهرباء هتطلع ضوء. عدته على المنشور هيتحلل لخطوط ملونه اللي احنا بنعرفها باسم الوان الطيف. ما كانت التجربه سهله. اما دول ما فهموش ايه؟ اقول لك انا بقى. بتوع الفيزياء يا جماعه غيرك وغيري هم فعلا عملوا التجربه، بس سالوا نفسهم سؤال: ازاي الكهرباء بقت ضوء؟ سمعك مصر اكيد تحولت طاقه. ما هنا السؤال: ايه اللي خلى الطاقه اتحولت؟ اكيد حاجه حصلت خلت الكهرباء تبقى ضوء. ادي اول سؤال. السؤال الثاني: الخطوط الملونه دي بتدل على ايه؟ اكيد بتدل على حاجه احنا ما بنعرفهاش، وده كان سؤالهم. فقعدوا يشتغلوا على الطيف، يشتغلوا على الطيف، ووصلوا بكام نتيجه ل3 نتائج. ايه هما ال3 نتائج دول؟ اول نتيجه عندنا: الطيف خاصيه مميزه لاي عنصر. مش فاهم؟ تعالى كده نحاول نفهم سوا. ادي الغاز، وليكن هحطه في الانبوبه غاز الهيدروجين H2، وهديله شعاره كهربيه، هيطلع ضوء، هيعدي على المطياف او المنشور، هيديني عدد من الخطوط الملونه زي ما انت شايف. ثانيه، العلماء بتوع الفيزياء هيعملوا حاجه اسمها سجل الاطياف. خد بالك دي مش في المنهج. ايه سجل الاطياف ده؟ الغاز اللي احطه هنا هكتب اسمه هنا، والخطوط بتاعته هيبداوا يصوروها. ايه 4 خطوط زي ما انت شايف. بعد كده شالوا الهيدروجين وحطوا الهيليوم، طلعت خطوط تانية مختلفة عن الهيليوم. شالوا الهيليوم وحطوا غاز وليكن مين؟ النيتروجين، طلعت خطوط تختلف عن الهيليوم وعن الهيدروجين. فعلماء الفيزياء قال لك احنا استنتجنا حاجة. استنتجتوا ايه يا جماعة؟ ان الطيف خاصية مميزة للعنصر. ازاي يعني؟ قال لي خد بالك زي البصمة. ايه ده؟ الناس زمان كان فاكرين البصمات زي بعض. لما لموا بصمات معظم الناس لقوا ان البصمه بتختلف من واحد للتاني. برضو العلماء كانوا فاكرين ان اطياف العناصر في الاول زي بعض، لما قارنوهم ببعض لقوا ان هم مختلفين. الطيف زي البصمه، مفيش شخصان لهما نفس البصمه ولا عنصران لهما نفس الطيف. ادي واحد. تيجي لبتوع الازهر علل، تيجي لك سؤال مقالي علل: الطيف خاصية مميزة للعنصر لأنه مثل بصمة الإصبع. ده نص كتاب المدرسة. لا يوجد شخصان لهما نفس البصمة ولا عنصران لهما نفس الطيف. أو اختيارات يقول لك إيه؟ يشبه طيف الهيدروجين طيف الهيليوم. هل العبارة دي صح؟ لأ. ليه؟ الطيف زي مين؟ البصمة. 2. النتيجة التانية: معرفة تركيب الشمس والنجوم هيليوم وهيدروجين. يا عم وانا مالي؟ بالراحة بس، دي حاجة حصلت بنقول لك عليها. عارفوا فعلا وقتها تركيب الشمس والنجوم. ازاي يعني؟ فهمني. اقول لك: الضوء اللي جاي من الشمس هيعدوه على المطياف اللي هو منشور، هيطلع لي الوان الطيف ال7، هيبداوا يقارنوهم بسجل الاطياف. طلع شبه مين ومين؟ شبه الهيليوم والهيدروجين مع بعض. يبقى اكيد الشمس كام عنصر؟ 2 هيليوم وهيدروجين. وده هيفرق معانا في ايه؟ اقول لك: فاد علماء الفلك وقتها، وانت عارف الموضوع ده من ثالثه اعدادي، نظريه الانفجار العظيم، استغفر الله العظيم، نظريه السديم. ايه ده؟ قالت لي ايه النظريات دي؟ قالت لي ان اول غازين اتكونوا في الدنيا كان غاز الهيليوم والهيدروجين. ده ساعدتنا في الكيمياء النوويه السنه اللي فاتت، تفاعلات الاندماج النووي بين ذرات الهيدروجين عشان تدي هيليوم. لا ده علم كبير مش بتاعنا. اهم حاجه عندنا رقم 3.
معرفة تركيب الذرة. بور هيبدأ يفسر طيف الهيدروجين ويوصل لتركيب الذرة. ازاي؟ ده اللي هنشوفه مع بعض. اولا اللي بتوع الازهر يجي لك سؤال كده في امتحان الترم بتاعك ويقول لك ما النتائج المترتبة، وده سؤال خبيث لو مش مذاكره مش هتعرف تجاوبه، على دراسة الطيف. هقول له 3. 1. الطيف خاصية مميزة للعنصر لأنه مثل بصمة الإصبع. 2. معرفة تركيب الشمس والنجوم. 3. معرفة تركيب الذرة. الله ينور. خدوا بالكم ممكن نجي لنا احنا مقالي. يلا بينا نشوف ازاي بور هيقدر يفسر طيف الهيدروجين، وده عاوز سن التركيز عالي. يلا يا معلم. ايه ده؟ ده مش بور، اقول لك انا ده يا جماعه طيف الهيدروجين. دي لمبه حطيت جواها غاز الهيدروجين، طلعت الضوء زي ما انت شايف، لونه بنفسجي او ازرق شويه، عديته على المطياف، وده فعلا جهاز المطياف. ده عباره عن منشور ومنظار زي ما انت شايف. لقيت الاتي 4 خطوط زي ما احنا شايفين. هل زي بعض ولا منفصلين عن بعض؟ 4 خطوط منفصله. للازهر يجي لك سؤال مباشر، لنا يجي لنا اختيارات. طيف الهيدروجين عباره عن كام خط؟ 4 خطوط منفصله. في ارقام حفظ. لقيت في الكتاب كاتب لمضه. بتوع الفيزياء ايه لمضه دي؟ الطول الموجي. هنا 410 وهنا 656. ان نانو، ام متر، وده عليك حفظ. يلا بينا نشوف بور هيفكر ازاي ويفسر طيف الهيدروجين. اول حاجه بور هيقول رذرفورد كان صح، هيأكد كلام رذرفورد. هيقول ايه يعني؟ قال لي والله الذره في النص نواه موجبه بتلف حواليها الكترونات سالبه، في فراغ بين النواه والالكترونات زي اللي موجود بين الشمس والكواكب. طب قال ازاي؟ قال ده في 3 نقط. 1. الذره متعادله كهربيا، يعني الموجب قد السالب. 2. النواه مركزيه شحنتها موجبه. 3. تدور الالكترونات السالبه حوالين النواه. كده بقول مين كان صح؟ رذرفورد كان صح. ويبدا يكمل يقول بقى معلومه جديده نركز فيها. تدور الالكترونات حول النواه في عدد من مستويات الطاقه، اللي هم مين يعني؟ ادي النواه. مين هم؟ قولوا معايا. كي ال ام ان او بي كيو. كم مستوى؟ 7 مستويات. بس هقول لي حاجه غريبه قوي، تعال نشوفها. بصوا الجمله دي بيقول ايه؟ كلما بعدنا تزيد الطاقه وكلما اقتربنا تقل الطاقه. مستر بالراحه. كلما بعدنا تزيد الطاقه وكلما اقتربنا تقل الطاقه. طب يلا انا مش فاهم، بالراحه عشان تفهم وركز معايا هنا قوي. بيقول لك كل ما ابعد عن النواه طاقه المستوى بتزيد. مش فاهمه. بور بيشبه الكلام ده بواحد طالع سلم. اللي انا هقوله ده مش كلامي، ده كلام مين؟ بور. طيب بيقول لك ايه؟ انا فرضا همثل الكلام ده عليا. انا واحد ساكن في الدور السابع، عندي اسانسير للاسف لا، وانا نازل السلم بنزل بسرعه في اتجاه الجاذبيه، وانا طالع بالليل بطلع عكس الجاذبيه. عشان اوصل للدور السابع بحتاج طاقه كبيره اتغلب على جاذبيه الارض. انت ساكن في ال13، فرضا روحت لقيت الاسانسير عطلان لمده شهر، هتقعد في الشارع؟ ما ينفعش. تطلع في السبت؟ يا ريت. هتطلع عينك وتطلع على السلم. مين يحتاج طاقه اكبر؟ انا اللي في السابع ولا انت اللي في ال13؟ اكيد اللي في ال13 يحتاج طاقه كبيره يتغلب على جاذبيه الارض. طب لو واحد ساكن في ال20 او واحده بنوته ساكنه في ال20 قررت نهار تطلع على السلم، مين يحتاج طاقه اكبر؟ اللي في ال20 ولا ال13 ولا السابع؟ اكيد اللي في ال20 يحتاج طاقه يتغلب على جاذبيه الارض. اكيد كل ما اطلع لفوق بحتاج طاقه اتغلب بيها على الجاذبيه. ده اللي قاله بور. قال لك لو عندي الكترون فرضا موجود هنا في الكي وعاوز يطلع لمستوى ال، هيحتاج طاقه صغيره يتغلب على جاذبيه النواه، في حين ان هو لو احتاج طاقه يطلع للكيو هيحتاج طاقه كبيره جدا يتغلب على الجاذبيه.
ليه؟ كل ما ابعد عن النواة الطاقة بتزيد، كل ما اقرب الطاقة بتقل، وده لكل مستوى من دول نمبر. كلمة نمبر يعني رقم. الكي ده المستوى الأول، وده التاني، التالت، الرابع، الخامس، السادس، السابع. مين أكبر طاقة؟ السابع البعيد عن النواة اللي هو الكيو. طب مين أصغر طاقة؟ الكي القريب من النواة. يبقى كل ما ابعد الطاقة بتزيد، كل ما قرب الطاقة بتقل. يا ريت تسجل دي عندك. ويلا بينا حتة ذكاء صغيرة. فين يا مستر؟ اهي رسم بياني. ارسم الرسمة دي وفكر معايا. طاقة المستوى ونصف قطر الذرة. توقع الرسمة البيانية. فكر وانا معاك. تيجي في الامتحان على الجزء ده. شغل دماغك. يلا بينا نشوف الفكرة. اولا في ناس فهمت الفكرة وناس لا. هو قال لي ايه؟ بص كده، نصف قطر الذرة. عشان تبان الفكرة امسح دي كده. ارجع تاني اهي. همسح دي كده. بص ده كده المدار او مستوى، لو انا كملته كده بياخد تقريبا شكل دايره. نصف القطر الحته الصغيره دي صح، اللي هو البعد عن النواه. طب بص اللي بعده نصف القطر بتاعه اللي هو البعد عن النواه. كل ما البعد بيزيد يبقى نصف القطر الطبيعي هيزيد. كل ما نصف القطر بيزيد البعد بيزيد وطاقه المستوى بتزيد. مستر كمان مره حبيبي، نصف القطر اللي هو نق المدار الثاني اللي هو عباره عن ايه؟ البعد بين النواه وبين الالكترون في المستوى. بص يا برنس، حاجه اكتب هنا. نصف قطر الذره ده عباره عن البعد عن النواه. حضرتك كل ما البعد بيزيد الطاقه بتزيد، يبقى العلاقه طرديه. مش صعبه. سن التركيز هتجيبها باذن الله في الامتحان. نرجع تاني. يبقى بور هيقول لك تدور الالكترونات حوالين النواه في عدد من المستويات. كل ما ابعد عن النواه الطاقه بتزيد، كل ما قرب الطاقه بتقل. الله ينور. ويبدا يحط فرضيه جديده. يقول لي ان حالات الذره اتنين، يا اما حاله مستقره او حاله مثاره. طب بيقول كده ليه؟ عشان يقدر يفسر طيف الهيدروجين ابو كام الكترون؟ واحد. الهيدروجين كذره مستقره الكترونها في اقل المستويات المتاحه اللي هي الكي، زي ما قلنا من شويه ان الكي اصغر مستويات الطاقه. طب يعني ذره مثاره؟ الذره المثاره هي ذره بالتسخين او بامرار شاره كهربيه، لان الكترونها بيكتسب طاقه وينتقل لمستوى طاقه اعلى، المستوى اللي بعده. مش فاهم يا مستر؟ فهمني زياده، ركز هنا عشان تفهم. ايه يا مستر؟ ادي النواه وادي الالكترون بتاع الكي بالتسخين بامرار شاره كهربيه، لان الالكترون بيكتسب طاقه وينتقل لمستوى طاقه اعلى وليكن ال. ازاي؟ فرض الالكترون ده عباره عن القلم اللي انا ماسكه في ايدي. بص كده، هديله طاقه، هديله زقه. بص معايا، ايه ده؟ هل فضل في مكانه ولا انتقل؟ انتقل. سؤال، انتقاله دائم ولا مؤقت؟ كده مستر ده طلع لفوق ووقع تاني، يبقى انتقال مؤقت اهو. الحته دي عليها اسئله كتير في الاختيارات. كويس. طب عشان يطلع لفوق اكيد يا مستر انتقال يا مستر، معلش عديها الناس لبعضيها. هيكتسب طاقه. طيب وهو راجع اكيد بيفقد طاقه، ده العادي. ماشي. طيب لو سمحت تعال نفصص شويه الجزئيه دي. ادي النواه وادي الكي، عندنا الكترون. اخدنا من شويه كلما بعدنا عن النواه بتزيد الطاقه، كلما اقتربنا تقل الطاقه، كل ما اطلع لفوق الطاقه بتزيد. ركز معانا. ادي الكي كان طاقته 100، ال وليكن طاقته كام؟ 400. الالكترون ده عاوز يطلع لفوق، اكيد يا مستر الطبيعي هيكتسب طاقه ويطلع لفوق عندك. طب هيكتسب طاقه مقدارها كام؟ فكر وانا معاك. طاقته هنا 100 والمستوى اللي بعده طاقته كام؟ 400. عشان يطلع لفوق يكتسب طاقه مقدارها كام؟
فكر، سمعك 300. في ناس بتقول لي ازاي؟ تعال نقول لك بطريقه بسيطه. سيادتك معاك 100 جنيه عاوز تجيب جزمه، ماشي، سعر الجزمه كام؟ سعر الجزمه 400. فاضل لك كام عشان تجيب الجزمه؟ 300. برضو الالكترون طاقته في الكيه 100، عاوز يطلع اللي بعده عشان تبقى طاقته 400، فاضل له كام؟ 300. ياخدهم عن طريق التسخين او شراره كهربيه. اكتسب 300 وطلع لفوق. طيب بعد شويه هيعمل ايه؟ هيرجع مره تانيه في فعل جاذبيه النواه، وهو راجع يفقد كام؟ 300. ليه؟ حسب قانون بقاء الطاقه، الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من عدم. هو طالع يكتسب 300 وهو راجع يفقد 300. الشعب الاسكندراني او مصر بتاعنا بيعشق الفصال. تعال نشوف. الطلبه بتقول لي طب يا مستر لو انا اديته 200 هيحصل ايه الالكترون؟ يقول لك والله ما انا طالع. ايه؟ انا ما بفصلش. طب انا هديله 250. والله ما انا طالع. طب انا هديله 290. والله ما انا طالع. انا باخد ال 300 دفعه واحده، انا ما عنديش فصال. في طلبه بتسال، وده الطالب الذكي شويه، بيقول لي يا مستر طب الطاقه راحت فين؟ ال 200 او 250 او 290. الاجابه بره المنهج، ركز هنا معايا. هل الالكترون ثابت ولا بيلف حوالين النواه؟ بيلف حوالين النواه. لما اديله طاقه زياده ما طلعش اللي بعده، امال عمل ايه؟ زود سرعته حوالين النواه. بس الجزئيه دي مش علينا، مش هنخش ليها. نرجع تاني. يبقى الالكترون هياخد طاقه ويطلع لفوق. هل اي طاقه؟ لا، قيمه ثابته من الطاقه. سماها بور باسم الكم. يا مستر الكم اسمها حبيبي الكم، بالله عليك انت صح، او اسمها باللاتيني الكوانتم. ايه الكم او الكوانتم؟ مقدار ثابت من الطاقه ما بيتجزأش، عباره عن فرق الطاقه بين المستويين. خد بالك عشان الحته دي عليها اسئله في الامتحانات كتير. عباره عن ايه؟ فرق الطاقه بين المستويين. الطاقه اللي بيكتسبها ويطلع لفوق هي نفس الطاقه اللي بيفقدها وهو نازل لتحت. الله ينور عليك. طب لو سمحت عايزين نحط تعريف للكم او الكوانتم. يلا بينا. ايه تعريف الكم؟ بص لي هنا يا برنس. مقدار الطاقه المكتسبه اللي بيكتسبها وهو طالع لفوق. اكتسب كام؟ الفرق بين الاثنين 300. او اللي بيفقدها وهو نازل لتحت هيفقد كام؟ نفس الكم. يبقى ايه تعريف الكم؟ سمع من هنا. مقدار الطاقه المكتسبه او المفقوده عندما ينتقل الالكترون من مستوى لاخر، سواء طالع او نازل. صح. الناس بتاعت الازهر يجي التعريف زي ما هو كويس. عندنا في العام يقول لك ايه؟ الطاقه المكتسبه عشان يتحرك من الكيل ل 300 يبقى المفقوده كام؟ هقول له 300. مش محتاجه افتكاسه يعني. الله ينور. طيب في كمان تعريف. ايه هو تعريف الذره المثاره؟ بص كده يا برنس. الذره المثاره هي ذره الكترونها اكتسب طاقه وانتقل لمستوى اعلى. صح. هل الالكترون بيكتسب اي طاقه؟ لا، هي الذره ما تفصلش. يبقى كده الذره المثاره الالكترون اكتسب طاقه؟ لا. كما، حتى القلم مش عاجبه، كما من الطاقه. لا دي تاني. هو انا اديت للالكترون اي طاقه تعمل له اثاره؟ لا. الالكترون عشان يطلع لفوق بيحتاج قيمه ثابته من الطاقه، سماها بور باسم الكم او الكوانتم. يبقى الذره المثاره هي ذره اكتسبت طاقه؟ لا، اكتسبت كما من الطاقه. تاني، تعريف الذره المثاره هي ذره اكتسبت كما من الطاقه، مقدار ثابت من الطاقه. لكي ينتقل الالكترون من المستوى K إلى مستوى أعلى. صح. عشان يطلع من الكي لأي مستوى فوق حسب الطاقة اللي أخدها. يبقى هي ذرة اكتسبت كما من الطاقة لكي ينتقل الإلكترون من مستوى أقل طاقة لمستوى أعلى طاقة. بص كده. صح أو غلط؟ كي ينتقل الإلكترون لمستوى طاقة أعلى يكتسب أي قدر من الطاقة. هل الكلام ده صح ولا غلط؟ مستر هي مش أي طاقة تطلعها لفوق، الذرة ما بتفصلش. كلمة أي قدر من الطاقة بيخلي الجملة غلط. طب لو قال لي كم
من الطاقة مقدار ثابت من الطاقة تبقى الجملة صح. للأسف هنا الجملة خاطئة. كويس. تعالى كده معايا نشوف السؤال الجاي. السؤال ده المفروض مكانه في الباب التاني. تعالى نفكر مع بعض. افتكاسات يا عم مش صعب، ركز وانت هتفهمه ان شاء الله. بص كده، حسب الشكل بيديني كي ومديني كيو. ماشي. ماذا يحدث للإلكترون لو اكتسب طاقة أكبر من 600؟ فكر وأنا معاك. مصر عشان يطلع من أول مستوى في الذرة للمستوى الأخير أو السابع اللي هو مين؟ كيو، أخد طاقة مقدارها 600. طب لو أنا اديت الإلكترون ده طاقة أكبر من ال 600 هيحصل إيه؟ فكر. سامعك. الذرة تفقد إلكترون، صح، وتعمل أيون. لا دي تاني. عندك القلم ده عامل زي الإلكترون، لو أنا اديته زقة هيطلع لفوق وينزل تاني. طب فرضا أنا حطيته في صاروخ اتغلب على جاذبية الأرض، لو طلع بره مجال الجاذبية هيرجع؟ أكيد لأ. ده اللي حصل. أنا اديتك مقدار الطاقة اللي بيطلعك من المستوى الأول لآخر مستوى في الذرة. عشان أطلع لآخر مستوى أخدت 600. طب أنا اديتك طاقة أكبر من 600، أكيد الإلكترون هيغادر الذرة والذرة تفقد إلكترون، تعمل أيون موجب، ودي بنسميها في الباب التاني باسم طاقة التأين. نرجع تاني. يبقى الذرة ليها كام حالة؟ حالتين. الأول حالة مستقرة، إلكترون الهيدروجين في المستوى كي. بالتسخين أو بإمرار شارة كهربية الإلكترون بيكتسب الطاقة. الأدق هيكتسب كم ثابت من الطاقة وينتقل لمستوى أعلى حسب الطاقة، ويسمى الوقت ده الذرة باسم الذرة المسارة. كويس. طلع لفوق بيفقد ولا بيكتسب؟ بيكتسب. هو نازل بيفقد. الله ينور. همسح الحتة دي وأكد على جزئية معينة وتردد معايا كده بسرعة. أدي النواة وادي إلكترون الهيدروجين. الطاقة وليكن 100، طاقة اللي بعده كام؟ 400. عشان يطلع المستوى اللي بعده وليكن ال هيكتسب مقدار ثابت من الطاقة، سماه بور الكم أو الكوانتم، عبارة عن الفرق بين المستويين في الطاقة. كام؟ 300. وهو طالع يكتسب 300 وهو راجع يفقد 300. بس ركز هنا، هيفقدهم بس بصورة مين؟ ضوء. ما ده العلماء الفيزياء ما كانش عارفين يفسروه. الضوء جه منين؟ الكترون اكتسب كم من الطاقة، حصل له إثارة لمستوى أعلى حسب الطاقة، وهو راجع فقد الطاقة بس في صورة جديدة اللي هي الضوء. لما عدته على المطياف اتحلل لعدد من الخطوط الملونة اللي اشتغل عليهم بور، وأثبت إن هم بيدلوا على مستويات الطاقة. بكده بور فسر طيف الهيدروجين وعرف تركيب الذرة إن فيها عدد من المستويات. بس في معلومة صغيرة عايزين نأكد عليها كده. إيه ده؟ بالنسبة لكلام بور تدور الإلكترونات حوالين النواة في عدد من المستويات كي ال ام ان او بي كيو. لو أنت فاكر إدى لكل مستوى نمبر رقم 1 2 3 4 5 6 7. كل ما ابعد عن النواة الطاقة بتزيد، وكل ما قرب الطاقة بتقل. الرقم ده بيدل على الطاقة. الكي ده المستوى الأول الأقل طاقة، والكيو ده المستوى السابع الأكبر طاقة. سمى العدد ده باسم عدد الكم الرئيسي. كلمة الكم اللي هي بتدل على طاقة المستوى، صح؟ يبقى أول واحد دخل فكرة الكم في علم الكيمياء كان مين؟ الأخ بور. يلا بينا نشوف مميزات بور. ومميزات بور حاجتين. واحد، فسر طيف الهيدروجين ابو كام الكترون؟ 1. كويس. طلع له بعض العلماء قالوا له يا عم بور في عندنا الهيليوم عنده كام الكترون؟ والله نواه بيلف حواليها 2 الكترون. حاول تفسر لنا طيف الهيليوم. للاسف ما قدرش يفسر. لم يستطع التفسير. قال لهم والله يا جماعه انا قدرت افسر الهيدروجين عشان هي ذره بسيطه فيها كام الكترون؟ 1. ودي اسئله الامتحانات كلها. هل بور فسر اي طيف غير الهيدروجين؟ لا. فسر مين؟ هيدروجين وبس.
طب يلا سامعك ماليش دعوه، عاوز اعرف ازاي العلماء هيفسروا الهيليوم. حبيبي السنه الجايه مستر الفيزياء هيجي يقول لك ان في حاجه اسمها علم اسمه علم الاطياف، ويبدا يقول لك خد بالك النبور وقع في الجزئيه الفلانيه، كان عنده مشكله او كسور فيها، ويبدا يفسر الطيف. انا راجل بتاع ذرات، يعني ايه يا مستر؟ انا داخل اتكلم عن تركيب الذره، الطيف ساعدنا في معرفه تركيب الذره. يبقى واحد فسر طيف الهيدروجين وبس. كويس. طب هنعرف تفسير باقي الاطياف السنه الجايه في الفيزياء. 2. اول واحد دخل فكره الكم في علم الكيمياء كان بور. بكده بور وصل لتركيب الذره وعرف ان فيها عدد من المستويات، فكان يستاهل ياخد جائزه نوبل. في حبه ملاحظ مهمه بين السطور في نظريه بور، يلا نشوفها. انا مسميها ملاحظ تغيظ. دي كده لو معاكم مذكره اكتب عليها امتحانات. نظام جديد او نظام قديم. 1. الكم لا يجزأ ولا يضاعف، شفناها من شويه. ادي النواه وادي الالكترون، عاوز يطلع للمستوى اللي بعده هياخد فرق الطاقه، لا ده 100 وده 400، هياخد الفرق 300 دفعه واحده. ينفع يجزأ؟ لا، الذره ما بتفصلش، يبقى الكم لا يجزأ ولا يضاعف. لو اخد طاقه اكبر من الكم بكتير الذره هتفقد الكترون زي ما قلنا من شويه، وده في الباب الثاني. يبقى اول ملحوظه الكم لا يجزأ ولا يضاعف. ليه؟ لانه مقدار ثابت من الطاقه بيساوي فرق الطاقه بين المستويين. تيجي ازاي في الامتحان؟ يلا نشوف. لكي ينتقل الالكترون من المستوى الاول الى المستوى الرابع، فانه اكيد عشان يطلع من تحت من الاول للرابع هيكتسب. ما هو ايه اللي يكتسب؟ كويس. نقط كم؟ 1 ولا 2 ولا 3 ولا نص ولا ربع؟ فكر وانا معاك. في ناس قالت لي لا مفيش اجابه. لا حبيبي، شايف كلمه كم؟ هو ده القفا. الاجابه 1. ليه؟ الكم لا يجزأ ولا يضاعف، فيبقى اجابتي كام؟ لما اجي اقول لك كم او كوانتم ما بيتجزأش بختارها 1 وانا ساكت. الملحوظه الثانيه، كلما بعدنا عن النواه يزداد الطاقه، كلنا عارفين دي، ولكن يقل فرق الطاقه بين المستويين. ازاي؟ والله حبيبي بور وصل الحكايه دي عن طريق التجربه والحسابات. انا عاوز اعرف، سيادتك بتبقى دايما بشرح الجزئيه دي شبه بر اليتيم، صديق الملايين في الكيمياء، مش فاهم يا عم هاتي. هتيجي في مذكرتك في الوش في كراسك او في كتاب الامتحان وترسم معايا المستويات. ادي النواه وادي المستويات بالشكل ده. كفايه كده. كي ال ام ان او، كفايه. كل ما ابعد عن النواه كلما بعدنا تزيد الطاقه. وقف الفيديو وارسم معايا الاول عشان تفهم الجزئيه دي تبقى سهله باذن الله. يلا بينا. احط ارقام افتراضيه من عند المستر. 100 400 600 700 750. كده الطاقه بتزيد. طب ازاي الفرق بيقل؟ اهو الفرق بين ال 400 وال 100 كام؟ 300. طب الفرق بين دول كام؟ 200. طب الفرق كام؟ 100. الفرق كام؟ 50. كل ما ابعد الطاقه بتزيد بس الفرق ماله؟ بيقل. يعني المسافات بتبدا تقرب من بعض. تعال نشوف تيجي ازاي في الامتحان. بص السؤال ده، اختار فرق الطاقه بين المستويين الاول والثاني، نقط الثالث والرابع. فكر وانا معاك. طبعا الطلبه بتقول لي يساوي غلط. طبعا هي يساوي غلط، يا اكبر يا اصغر. اول نوع من الطلبه بيفكر بالعين. تعال نشوف بيفكروا ازاي. بيقول لك ان الاول والثاني قريبين من النواه، انما الثالث والرابع بعيد عن النواه. احنا قلنا ايه؟ كل ما ابعد عن النواه الطاقه بتزيد، بس انا ما بقولش طاقه. بص قال ايه؟ فرق الطاقه. كل ما ابعد عن النواه فرق الطاقه بيقل. هو بدأ بالقريب يبقى فرق الطاقه اكبر.
مستر مش فاهمها، حلتهاش كده فوق راسي. يبقى انت من النوعيه التانيه من الطلبه، هتمسك قلم وتشتغل معايا. ادي النواه، وادي المستويات بالارقام الافتراضيه بتاعت المستر. كي ال ام ان 100 400 600 700. تزعلك في حاجه؟ يلا بينا. الفرق كام؟ 300. الفرق كام؟ 200. الفرق كام؟ 100. امسح دي. فرق الطاقة بين المستوى الأول والتاني كام؟ 300. بين المستوى التالت والرابع، ده الأول والتاني، ده التالت والرابع، كام؟ 100. بكتب 100. جاوب. أكيد ال 300 أكبر من ال 100. مش صعبة. لو أنا فكرت بالعين عايش، ما كانش بفكر بالأرقام الافتراضية بتاعت المستر. وبالحق أنا من النوع التاني، بفكر بالأرقام. خد بالك الأرقام دي علميا غلط، دي أرقام افتراضية من عندي كمدرس، وفي ناس كتير بتفرض أرقام مختلفة، المهم إن أنت تحاول تحل بيها. السؤال التاني جه في التابلت سنة 2020، كان سنة كورونا. بصوا للسؤال وأنا معاك. بيقول إيه؟ ركز معايا. لكي ينتقل إلكترون من المستوى كيل ال، اكتسب طاقة مقدارها 10 و2 اي في. اي في دي واحدة لقياس الطاقة، ماشي. فعندما ينتقل من ام ل ال فانه نقط. بالراحة بس. أول حاجة بتسمي الله وتصلي على رسول الله. وأعمل إيه؟ أحاول أرسم. أدي النواة. هرسم بأرقام المستر غلط، ليه غلط؟ أهي همسح دي تاني. إن هنا هو مديني أرقام. بص كده، أدي الكي ال الام. اسمع السؤال مرة، فهمته من أول مرة تمام، ما كانش هتعيد الإجابة كمان مرة معايا. يلا بينا يا برنس. كي ال ام، أول سطر بالأحمر، لكي ينتقل من الكي ال يعني كده. ده المعطى في السؤال. هيكتسب طاقة مقدارها كام؟ 10 و2. كويس. كمل معايا. فعندما ينتقل من المستوى، نقول تاني احمر اهو، ينتقل من مستوى ام ل ال كده، من ام ل ايه؟ ال. ادي الام وادي ال، يبقى كده راجع. ده المطلوب. ده المطلوب. طالما راجع، كلنا عارفين طالما الالكترون هيرجع اكيد هيفقد. مين في دول صح؟ يا الف يا ب. ينفع ج؟ لا، ج يكتسب وده يكتسب. يا الاجابه الف يا الاجابه ب. اكيد مستر يفقد دي. اتقل. كل ما ابعد عن نواه، هذه الفكره. يقل فرق الطاقه بين المستويين، الفرق ده بيقل. لو كان الفرق ده هنا 10 و2، اكيد ده هيفقد طاقه اقل من 10 و2. ما ينفعش اختار ب، هيفقد نفس الطاقه، لا طاقه اقل، هختار الف. كل الرجاله او البنات امسك ورقه كده وعيد معانا السؤال تاني. فكره السؤال: كلما بعدنا عن النواه يقل فرق الطاقه بين المستويين. هتبدا تعمل ايه؟ هترسم. يلا بينا. تكتب الفكره كده: كلما بعدنا عن النواه يقل فرق الطاقه، وارسمها. ادي النواه وادي المستويات كي ال ام. هرسمها بارقام المستر؟ لا، هو هنا مديني ارقام. هيتحرك من الكي لل، ده المعطى. هيكتسب طاقه مقدارها كام؟ 10 و2. كويس. قال لي في السؤال هينتقل من الام لل فانه نقط، اللي هي بالازرق. راح جاي رسمها له ازرق اهو. لكي ينتقل من الام لل، يعني كده الالكترون راجع. وهو راجع يفقد ولا يكتسب؟ يفقد. فاستبعدنا اخر 2. هل يفقد نفس الطاقه؟ لا، فرق الطاقه عمال بيقل، يبقى يفقد طاقه اقل من 10 و2. تبقى الاجابه هي الف. مش صعبه، خد بالك. السؤال ده في كتاب الامتحان، من الاسئله الجديده والحلوه برضه. اقرا كده. يمكن تطبيق النموذج الذري البور
على مين في دول؟ ايه ده؟ خدناهوش. هو بور كان بيتكلم عن طيف مين؟ الهيدروجين ابو 1 الكترون. صح. فمين في دول صح؟ مستر ده مفيش هيدروجين. ما انا عارف، ودي كده خدعة السؤال. فكر وانا معاك. اولا ده صوديوم وكاتب عنده عليه ايون موجب. حبيبي الايون الموجب اللي ما يعرفش ذرة فقدت الكترونات. بص ده كده موجب 1، هو عنده 11 الكترون فقد 1، يبقى الذرة دي فيها كام الكترون؟ 10 الكترون. طب بص هنا 11 فقد كام؟ 10. ال 11 لما يفقد 10 يبقى الذرة دي فيها كام الكترون؟ 1 الكترون. هي دي الإجابة. مش فاهم؟ تعالى أفهمك. هو بور بيتكلم عن طيف الهيدروجين أبو كام إلكترون؟ 1. فلازم أختار ذرة شبه الهيدروجين عندها إلكترون 1. ده لما فقد 1 بقى عنده 10، ما تنفعش. طب بص ده البريليوم عدده الذري 4، فقد 2، يبقى فاضل له كام إلكترون؟ 2 إلكترون. ما تنفعش. طيب بص ده الكربون عدده الذري 6، فقد كام؟ فقد ال6 كلهم، يبقى هنا 0 إلكترون. برضو ما تنفعش. انا بختار اللي عندها كام الكترون؟ 1 بس، يبقى الاجابه ان 11 موجب 10. افتكاسه مش مهم، بس السؤال فيه فكره حلوه. اتمنى اكون استمتعت معانا النهارده. اشوفكم على خير في حصه جديده من حصه ماده الكيمياء. السلام عليكم.